السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الكرام، نحن في زمان فعلا كثرت فيه البلايا والمحن، نحن في زمان فعلا كثرت فيه المصائب، فأريد أن أطمئن القلوب وأريد أن أريح الأفئدة بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام في غاية الروعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. بشرى لكل مبتلى، بشرى لكل من صبر ورضي بما قدره الله تبارك وتعالى، بشرى لكل من تلقى أقدار الله تبارك وتعالى بصدر منشرح. والله هذه بشرى. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، بمعنى أن البلاء كلما كان عظيما كان جزاء الصبر عليه عظيما. فلا يستوي عند الله تبارك وتعالى من فقد ولدا واحدا من أولاده كمن فقد ولدين من أولاده، ولا يستوي عند الله تبارك وتعالى من أصيب بشوكة يسيرة كمن أصيب في حادث سيارة. لا شك أن البلاء كلما كان عظيما وشديدا كلما كان الأجر عليه عظيما ووافرا. سبحان الله العظيم، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. نعم، فالله لا يظلم عنده أحد أبدا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. هذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى، أن البلاء كلما كان عظيما كلما كان الجزاء عليه عظيما ووافرا. فاصبروا، اصبروا وارضوا بما قدره الله تبارك وتعالى. يا كل مبتلى اصبر وارضى. وهناك فرق بين الصبر والرضا، فرق عظيم. فمنزلة الرضا أعلى من الصبر. فالصبر هو أن يحبس الإنسان نفسه عن الجزع والتسخط. نعم، المصيبة مؤلمة، لا شك أن المصيبة مؤلمة، فألم المصيبة ومرارة المصيبة يشعر بها الإنسان، لكنه صابر يحبس نفسه عن الجزع والتسخط. أما الرضا فهو أن يتلقى المسلم المصيبة بصدر منشرح وكأنها لم تحدث رغم أنها مؤلمة. فالرضا ليس فيه المرارة التي يجدها الإنسان عند الصبر. الصبر هو يصبر نعم، لكنه يشعر بمرارة المصيبة، لكن الرضا لا يشعر معه الإنسان بمرارة المصيبة. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. تلك منزلة عالية، أن يرزق المسلم الرضا حين المصيبة، بمعنى أن يذهب أثر المصيبة من صدره وفؤاده، أن تذهب مرارة المصيبة. تلك منزلة عظيمة يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده. فارضوا. نعم، أعلم والله أن المصائب مؤلمة، أعلم أن الفقدان مؤلم، أعلم والله أن الحرمان مؤلم، أعلم أن الظلم الذي وقع عليك مؤلم، لكن عزاءك الأجر من الله تبارك وتعالى، لكن عزاءك أنك تحتسب الأجر. فاحتسبوا يا من هجرتم من بلدانكم، يا من طردتم، يا من أوذيتم، يا من عوديتم، يا من حوربتم، يا من ظلمتم، يا من ابتليتم بالمحن والمصائب. عزاؤكم
أنكم تنتظرون الأجر من الله، أنكم تحتسبون الأجر عند الله. عزاؤكم أنكم توقنون بالله وهو الرب العظيم الرحيم الودود الكريم الذي لن يضيع أجوركم أبدا. فاصبروا وارضوا، اصبروا وارضوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين ومن الراضين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.